من عمان السفير أسامة العلي عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المجلس الاستشاري لحركة فتح. سعادة السفير مرحبا بك، واسمح لي بالبدء معك بهذا الخبر الذي تابعناه قبل قليل. جنوب إفريقيا تقرر اليوم أو تعلن اليوم أنها قدمت شكوى لمحكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكابها جرائم إبادة جماعية، والاحتلال الإسرائيلي يرد على ذلك بأن جنوب إفريقيا تدعم جماعة إرهابية تهدف للقضاء على إسرائيل. نعم، مرحبا. كل السؤال. نعم، سألتك سيد أسامة العلي بخصوص دعوى جنوب إفريقيا أمام المحكمة العدل الدولية. طيب، كثير كويس. هي الدعوة هذه المفروض تكون في محكمة الاي سي سي، انترناشونال كريمنال كورت، محكمة جرائم الحرب، محكمة متخصصة للجرائم الحربية. ولكن حتى في محكمة العدل الدولية ماشي الحال. ولكن المحكمة التهمة أو الاتهام أو الدعوة هي مش باسم حماس، بدها تطلع باسم منظمة التحرير الفلسطينية. فإذا منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، باسمها تطلع الدعوة. سعادة السفير، من قدم الدعوة هو دولة جنوب إفريقيا، هي التي اشتكت على نعم، هي نعم. قدمت دعوة حكومة جنوب إفريقيا، بس رد إسرائيل إنه حركة حماس ما لها علاقة بالدعوة. حركة حماس الدعوة قدمتها جنوب إفريقيا لما تدعي على إنه إسرائيل اعتدت على الشعب الفلسطيني اللي بيمثله منظمة التحرير الفلسطينية. حماس خارج المنطق تاع الدعوة، لأنه حماس عبارة عن ميليشيا لا تلتزم بقوانين دولية، ولا مرتبطة بقوانين دولية، ولا عضو في الأمم المتحدة. منظمة التحرير دولة فلسطين هي اللي عندها القوانين الدولية، وهي العضو في الأمم المتحدة. إذا الدعوة قدمتها جنوب إفريقيا، فهمت؟ ولكن تكون لجهة منظمة التحرير الفلسطينية. أنت فالرد تقول الإسرائيلي التالي. سعادة السفير، أنت تقول إن حماس ميليشيا، هل هذا ما تصفون به حركة حماس؟ ليش هي اتهام ولا شتيمة؟ هاي شو هالحكي نصف به؟ هذه حقيقة. حماس ميليشيا فصيل لا يمثل إلا نفسه. هذه هي تهمة، حرام، غلط. شو الحكي هذا؟ ولا شيء حماس؟ فيك حضرتك تقولي لي تعريفك لحماس؟ أنا ليس لدي تعريف لحركة حماس سعادة إذا أنا السفير لدي أسامة تعريف. العلي، ولكن هناك من يعرف حركة حماس على أنها حركة مقاومة وطنية تسعى إلى تحرير الأراضي الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي، وتخوض معركة مقاومة ومعركة تحرير. لا أختلف. ميليشيا لمقاومة الاحتلال، ولا عنده ميليشيا لشو؟ ميليشيا زيها زي الجبهة الشعبية، زي الجبهة الديمقراطية، زي النضال الشعبي، زي الجهاد الإسلامي. عندنا 20 ميليشيا تقاتل إسرائيل للتحرير. من أولها تقولي هي هيك، هي هيك، هي ميليشيا، هي فصيل ميليشيا، وصل مش عضو في المجلس الوطني، ومش عضو في منظمة التحرير. حرة ميليشيا تعمل لحسابها. وبالتالي وفقا لهذا التوصيف أنت تراها إنها لا تمثل الشعب الفلسطيني، وإنها لا 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 تمثل. ومين قال تمثل الشعب الفلسطيني؟ والجبهة الشعبية بتمثل الشعب الفلسطيني، وحركة الجهاد الإسلامي بتمثل الشعب. عندنا 20 فصيل، وكل فصيل يمثل الشعب الفلسطيني. الممثل الشرعي والوحيد بالقانون الدولي، يعني في الأمم المتحدة، مين ممثل الشعب الفلسطيني اللي بيعترف فيه 150 دولة؟ نعم. عندنا 105 سفارات في العالم تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، مش تابعة لا لفتح ولا لحماس. وفتح برضه ميليشيا، فتح ميليشيا تناضل لاجل التحرير، وحماس ميليشيا، مش اكثر من ميليشيا، ولن تكون اكثر من ميليشيا.
كل فصائل يا عمي، كل فصائل إذا إن كانت حركة حماس هي فقط مجرد ميليشيا، ويعني سعادتك تتغاضى عن كونها لديها جناح سياسي وجناح عسكري، وكانت في لحظة من اللحظات قد خاضت الانتخابات وصوت لأجلها الشعب الفلسطيني، ثم حدث الانقسام. إن كان ذلك توصيفكم لحركة حماس، لماذا بين حين وآخر تكون هناك اجتماعات لأجل توحيد الصف الفلسطيني وأن تنضوي كافة الحركات السياسية وحركات المقاومة تحت لواء واحد لأجل يعني الوقوف في صف القضية الفلسطينية بشكل موحد؟ في منظمة التحرير فيها عدة فصائل انضووا في لواء منظمة التحرير، وفي فصائل لا تريد، لها نهج آخر. يعني مش ضروري الشعب الفلسطيني يكون لون واحد، وليكن مخالف، مش غلط. وبعدين فتح لها جناح سياسي وجناح عسكري، والجبهة الشعبية لها جناح سياسي وجناح عسكري. ما تصنعوا الناس من حركة حماس أو من فصيل حماس دولة. لا أكبر من، لا مش أكثر من ميليشيا. هذا منطق ميليشيا تمثل مين؟ تمثل نفسها، ولكن هي تجاوزت، وإسرائيل أعطتها حق التجاوز بأنه عملت اتفاقات مع إسرائيل. هلا تخيلي أنه الشعبية تعمل اتفاقات وتفاهمات مع إسرائيل، والنضال الشعبي تعمل اتفاقات مع إسرائيل. كيف صارت الدنيا؟ وفتح تعمل اتفاقات مع إسرائيل. لا يجوز، هذا كان خطأ قامت فيه وتحاسب عليه، ولا يجوز. ولكن هي لا أكبر ولا أصغر من ميليشيا تناضل، تقاتل، تقاوم، زيها زي كل الميليشيات، مش لا تختلف لا عن حماس ولا عن أبو هلال ولا عن أفهم سيد أسامة، أفهم الوقوف على أو التمسك بالتوصيف القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية، الممثل الشرعي أمام المجتمع الدولي، ولكن اسمح لي عفوا مش السلطة الوطنية، منظمة التحرير الفلسطينية. نعم، منظمة التحرير صارت السلطة الوطنية للضفة الغربية وغزة. نعم، منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للدولة الفلسطينية وللحق الفلسطيني وللشعب الفلسطيني أمام المجتمع الدولي. ولكن عندما نقول إن حماس مجرد ميليشيا ولا تمثل الشعب الفلسطيني، ألا تنظر إلى التظاهرات التي تجوب العالم إلى حالة يعني الانضواء وراء حركات المقاومة بأسمائها المختلفة ودعمها لموقف هذه المقاومة؟ ألا تنظر إلى ذلك؟ فهمت بدك تحكي. المظاهرات اللي في العالم كرمال الأطفال اللي بندبحوا، المظاهرات اللي بالعالم كرمال الشعب الفلسطيني، مش كرمال حماس ولا فتح ولا المنظمة. المظاهرات في العالم كرمال الأطفال اللي بندفنوا تحت الردم، اللي ما صار بالتاريخ زيه. هاي المظاهرات مظاهرات إنسانية مش سياسية. مظاهرات العالم، الناس بتعيط علينا في كل العالم باللي عملته فينا إسرائيل من ذبح المدنيين. طب ليش إسرائيل ما تقاتل حماس؟ عم بتقاتل المدنيين. ليش بتقصف البيوت المدنية؟ ما تقصف حماس. ليش؟ وين حماس؟ هو الموقع العسكري الوحيد. اسمع ما الذي تقصده؟ تفضل إذا سمحتي، تفضل أكمل نقطتك سيد أسامة. أنا بدي أقول لك وين الموقع العسكري الوحيد لحماس الظاهر على العالم، واللي كاميراتكم بتصوروا ليل نهار، الرشقات الصاروخية. وإسرائيل ترفض عن تضربها، عن تضرب الأطفال بدل ما تضرب منصات الصاروخ. أنا طيارتين في السماء ما بيطلعوا لا صاروخ من غزة، مليون طيارة بالسماء والصواريخ بتطلع ليل نهار. في إن هون في مصايب عم بتصير، جاد نوز، الله بيعلم. كيف تطلع صواريخ من غزة؟ المدفعية موجودة حوالين غزة، الدبابات معبية غزة، الطيران معبي السماء، ايش وبتطلع رشقات. هاي الرشقات وبذلك من الأسهل عليك أن تقول إن هناك شيء مريب، ولكن لا تريد أن تقول سيد أسامة إن حركة حماس تقاتل، ونحن نتابع فيديوهات يومية والمقاومة تقاتل. يذهب المقاتلون بأجسادهم يلتحمون مع الدبابات بشكل يومي. أليس الأسهل أن تلقي باللائمة على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الآمنين والأطفال والنساء؟ ما تخلطيش علي. حماس تقاتل، أنا بقولش لا،
وبقول لك الهدف العسكري الوحيد اللي بيطلع من غزة هو الصواريخ، وإسرائيل تضربهاش، بتضرب أطفال. هذا ردي علي فيه، مش تردي علي مش الموضوع ثاني. إسرائيل ضربت الأرض والسماء في قطاع غزة وسوت قطاع غزة سيد أسامة بالأرض بحثا عن كل ما له علاقة بحركة حماس، تحتفي بصورة تقول إنها لقائد الجناح العسكري محمد الضيف، تحتفي بصورة غير قادرة على الوصول للرجل وتحتفي بصورة. إسرائيل فعلت كل ما تملك. مالنا ومال القائد ومالي ومال حماس، هي بتضرب مدنيين، ولو راحوا حماس بتضرب مدنيين، وقبل ما يظهروا حماس بتضرب مدنيين. هلا انا سؤالي كمان لحضرتك، ليش بتضرب اسرائيل مدنيين؟ ليش؟ هذا السؤال تسأله لي سيد أسامة؟ ألا يسأل هذا السؤال إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي يوغل في جرائمه ضد الفلسطينيين؟ يا سيدتي انت حطيتي حماس في النص. انا بحكي لانك حطيتي انه هم هو عم بضربوا حماس، بقول لك لا، بضربوش حماس، بضربوا المدنيين ويقصدوا المدنيين. الهدف انا عسكري وبعرف الهدف الاسرائيلي هو مسح غزه، تهديم البيوت. طب الجامعه شو لها علاقه؟ والمستشفى شو لها علاقه؟ بديش اعدد لك لانه حضرتك بتعرفي كل اللي بتعمله اسرائيل. اسرائيل بتعمل جرائم حرب، عملت غزه قبر جماعي. ما إلي في حماس بتقاتل بتحارب، بطل ابطال على راسي من فوق، ولكن النتيجه انا شوفي عسكري، انا بتهمني النتيجه، ما بيهمني مين بيعمل شو بيعمل، مين مش شغلي، شو مش شغلي، عندي النتيجه اسرائيل سحقت 20,000 فلسطيني مدني، نصهم اطفال ونساء، على فكره والحبل الجرار، وبكره حتسحق وبعده حتسحق وحتضلها تسحق. بعدين اقول لك حاجه، اسرائيل لو ارادت تنهي الحرب اصلا فيش حرب، تعبير حرب غلط، وعندكم مفردات على فكره بالجزيره كلها غلط. بتقولوا وقصفت 5 اهداف، البيوت المدنيه اسمها اهداف بالعلم العسكري؟ كيف الجزيره بتقول والطيران الاسرائيلي قد قام بقصف 10 اهداف في دير البلح؟ الجزيرة دائما تقول ما يقول الاحتلال بأنه 10 أهداف. سعادة السفير، ندرك تماما كيف نستخدم مصطلحاتنا، نقول عدوان ونقول كل المصطلحات منسوبة إلى ذويها. خلينا نحدد الكلام المفتوح ما بوصل للنتيجة. رجاء يا أختي خلينا نحدد الموضوع. أنا حددت الأهداف، أنتم لما بتقولوا قصفت أهداف هون دمرتونا، لأنه البيوت المدنية لا تسمى أهداف. ولما تقولوا حرب، ما فيش حرب في غزة، لا في فرونت ولا في دبابات ولا في مدفعية ولا في جيوش، في مدنيين بيذبحوا، هذا اللي بصير غزة. هذه مش حرب، هذه إبادة جماعية. غلط تقول حرب وهدنة، ما فيش هدنة. وقف ذبح الفلسطينيين، وقف ذبح المدنيين، مش هدنة، وقف الذبح، وقف الهدم بدل هدنة. هدنة بين جيوش، وين الجيوش التي تقاتل؟ وبعدين انتم بتضخموا الصواريخ وبتضخموا القتال الارضي. اسرائيل ان ارادت بتنهي القتال الارضي بنص ساعه، بتحط 5000 قناص، ما واحد بيقدر يتحرك بالشارع، ولا عندهم لا دعم جوي، ولا بيستعملوا الاباتشي، ولا بيستعملوا الطير. انا بعرف معنات الدعم الجوي. طيب بماذا تفسر سعادة السفير؟ سعادة السفير، أنت تقول إسرائيل إذا أرادت بتنهي القتال الأرضي بالكامل ب 5000 قناص، بماذا تفسر هذه الحالة داخل المجتمع الإسرائيلي التي يعني ليل نهار تندب مسألة أن إسرائيل لم تستطع الحصول على صورة نصر عسكري، لا أقول نصر عسكري، صورة نصر عسكري واحدة حتى اللحظة. تهدم غزة. كلامك سؤالك منيح، مش مستعجلة، بدها تقتل بزيادة، بدها تقضي على البشر، بدها تقضي على غزة. ما دام في حد بيقاوم في ار بي جي ولا كذا، هي بتضلها تذبح. هي هلا يا عمي قتال بمنطقه بتروح تضرب منطقه على بيوت ناس نايمه، وبعدين على فكره تستعمل قنابل خرافيه. بقول لك انا طيار بعرف شو زينه القنابل، هذه لا تضرب على بيوت، هذه بتضرب على البانكرز. هم بيضربوها على بيت عشان ما يخلوا انسان في قلب البيت. ممكن يضرب البيت يكون بالعاديه في ظروف عاديه. طيب سعادة السفير، يعني انت تقول ما دام في ار بي جي بتضرب على المدنيين، ما هي الطريقه الاخرى لتحرير فلسطين وللوقوف امام عدوان الاحتلال الاسرائيلي؟ ما هي الطريقه الاخرى التي تقترحها انت او يقترحها اي من كان لمقاومه الاحتلال الاسرائيلي وانهائه؟
يعني رايك انه الحرب اللي بتصير في غزه حتحرر فلسطين؟ أنا ما أسألك خربت سعادة بيتنا الحرب السفير. اللي صارت في غزه، خربت بيت فلسطين الحرب اللي صارت في غزه. هاي بتحرر فلسطين؟ ولا ال أنا 20 أسألك بارودة في جنين عن بيحرروا فلسطين؟ كلها مشبوهة، الطرق كلها المناسبة من مشبوهة، كل وجهة القتال نظرك مشبوه. سعادة السفير. أنا بحكي منطق عسكري. البواريد هاي ما بتحرر فلسطين، هذا ما الذي جيش يحرر كبير فلسطين؟ ضخم. أيوة حلو، في عنا اتفاقات، في عنا أوسلو، في أوسلو عملناها، أخذنا فلسطين، نص فلسطين، ربع فلسطين، عشر فلسطين، أخذنا. رجعنا من برا 100 مليون، رجعنا بنينا مؤسساتنا، بنينا كيان وطني سياسي على أرض فلسطين لأول مرة بالتاريخ، رفعنا أعلامنا على المدن وطلعنا 5000 أسير من السجون ومن قتل ولا واحد من فلسطين. قاموا حرقوا الدنيا اليهود وقتلوا رئيسهم اللي عمل أوسلو لأنها كانت نكبة عليهم. هيك احنا كنا ماشيين بالطريق السليم. وهلا إذا بدنا نوقف الوضع في فلسطين حنعيد وحنطلب من أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لأنهم وقعوا على أوسلو ومعتمدة بالكنيسة، يجب أن نحييها. وهلا احنا بنعمل على طريقة كيف تحييها، ومنطقة ألف، وممنوع إسرائيل تدخل، ولكن كمان بيصيرش كمان حماس تضرب صواريخ على إسرائيل، لأنه ما دام بدي شيء منذ يحتاج عام علي 1993 حتى عام 2023 حتى هذه اللحظة، نعم. ما الذي تبقى من أوسلو نعم. سيد أسامة؟ ما الذي تبقى من أوسلو وأنتم تواجهون الاحتلال هذا اللي الإسرائيلي بيحكي نتنياهو، يتوغل في كافة الأراضي؟ هناك 315 شهيد فلسطيني في الضفة الغربية. اسمح لي بأن أكمل لك سيد أسامة. هناك حركة استيطانية تسيطر على قطاع كبير من الأراضي الفلسطينية، تهدم البيوت ويخلى الفلسطينيون من أراضيهم. ما الذي تبقى من أوسلو سيد أسامة؟ هذا اللي ما تتبقى من أوسلو، هذا السؤال تبع الجزيرة. أنا بعتبره للجزيرة لأنها عندها أجندات. هذا السؤال بيحكي بن غفير، وبيحكي سموتريتش، وبيحكي بنيامين نتنياهو، وبيحكي اليمين الإسرائيلي. إسرائيل لم تذهب ولم تروح. أنا لما عديت لك الأسماء هدول، إحنا لما وقعنا أوسلو كنا عارفين إنه مش هتلتزم. جبر أبو عمار الله يرحمه إنه أمريكا توقع على الاتفاقية، وروسيا توقع، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهي اتفاقية معتمدة بالأمم المتحدة، ما بتضيع وما بتروح. إحنا حنحييها. طبعا اليمين الإسرائيلي بدوش، جزيرة بدهاش، الإخوان المسلمين بدهمش، ولكن حنحييها غصبا عن أبوهم، لأنه هي اللي جابت لنا حقنا. وإحنا عملنا معجزة إنه رفعنا أعلامنا الفلسطينية على أرض فلسطين بأول مرة بالتاريخ، وأسسنا كيان وطني سياسي فلسطيني لأول مرة بالتاريخ على أرض فلسطين بسبب أوسلو، ودخلنا مليون فلسطيني من برا جوا. اليوم بالمقاومة تبعتك كل الملايين فلسطينيين هربوا وطلعوا برا، اتدمرت غزة، انمسحت غزة، وحررنا متر ولا شبه. طيب سعادة السفير فقط اسمح لي بأن أقول لك الجزيرة ليست طرفا، أنتم أطراف هذه المعركة. نحن نتابع الجزيرة ليست طرفا سعادة السفير، ولكن أحيلك سعادة السفير إلى هذه النقطة، ما جاء في اتفاق أوسلو يقول إن مفاوضات الوضع النهائي كما نصت الوثيقة على بدء تلك المرحلة بعد انقضاء ما لا يزيد على 3 سنوات، تهدف إلى بحث القضايا العالقة مثل القدس والمستوطنات واللاجئين والترتيبات الأمنية والحدود، إضافة إلى التعاون مع الجيران وما يحدده الطرفان من قضايا أخرى. ما لا يزيد عن 3 سنوات. مضبوط، ولكن اغتالوا رئيس وزرائهم المنتخب ديمقراطيا، والغرب والإسرائيل هي دولة ديمقراطية وهي اغتالت رئيس وزرائها. هذول قتلوا رئيس. وليش قتلوا لرئيس وزرائهم رابين؟ جنرال منتصر ملك ملوكهم قتلوه بالشارع وطخوه، لأنه بدهم مش أوسلو اللي بيجيب لهم النكبة. والمصيبة كمان في عندنا اللي بدوش زي إسرائيل. يعني الاحتلال سعادة السفير الذي وقع معكم أوسلو لا يريد أوسلو، وأنتم متمسكون بأوسلو؟ طبعا لأن حق. طب قولي لي ليش لا يريدون أوسلو؟ فيك تقولي لي، فهميني، اقنعيني، ليش بدهم مش أوسلو؟ ليش؟ لأنها نكبة لهم. سبحان الله، هم من نكبتهم، بس لكن في قوانين تلزمهم. احنا بدنا نفعل القوانين اللي بتلزمهم.
عندنا منطقه الف ممنوع يفوتوا على جنين، ممنوع يفوتوا على تلكرم، ممنوع يفوتوا على غزه، بس بنفس الوقت ممنوع عندنا احنا نعمل فيهم عمليات انتحاريه زي ما عملوا عمليات انتحاريه لتخريب اوسلو. اللي خربوا اوسلو اليمين الفلسطيني واليمين الاسرائيلي متفقين مع بعض بالدعم من الجزيره. انا بحكي واضح وصريح ومستعد للحوار، وجيبي لي احمد منصور حتى احاور على اوسلو لانه اكبر اعداء اوسلو، حطيه قدامي على التلفزيون ومباشر وخليه يحاورني على اوسلو واثبت لاوسلو قمه لفلسطين، ولكن حرقتوها، حرقها اليمين الفلسطيني واليمين الاسرائيلي في خندق واحد. هلا خلينا في الحدث اليوم. هلا النتيجه فقط قبل لا عفوا سعادة السفير مرة ثانية، أنت تكرر أن الجزيرة طرف، وأنا أكرر لك أن الجزيرة ليست طرف. نحن أبناء الجزيرة نعرف جيدا أنها ليست طرف، ونقول لك هي ليست طرف، ونؤكد على أننا لسنا طرف. نحن إعلام مهني ينقل الصورة ليل نهار، يقف مع قضايا ومع الخبر، يناقش الخبر من كافة جوانبه. ونطرح الأسئلة. أنت تجيب كما تريد، وأنت أجبت بكل ما أردت الآن، ولكني سأتحفظ وسأظل أتحفظ على مسألة أن الجزيرة طرفا. أجيب لك إثبات. الصواريخ اللي بتطلع العبثية هاي خربت بيتنا، ما قتلت ولا يهودي، والرشقات بتطلع وإسرائيل تركاها، لأنه مش معقول إنه بتطلع ومحتلين غزة ودابحينها والصاروخ بيطلع، هذا هبل اسمه، وانتم بتعملوا لها دعايه ضخمه كانها صواريخ ذريه. هذا احنا لنا علاقه في محكمه الاي سي سي وانا بتصل فيهم، قالوا لنا انتم ما لكم حق في ادانه اسرائيل. ما هم ليش؟ قالوا لانه 20,000 صاروخ طلع من غزه على اسرائيل، وانتم بتقولوا في الجزيره وقصفنا تل ابيب الكبرى. يا ريت بتقولوا تل ابيب والكبرى واشكلون واشدود انتم بتعدوا مدن، بس اسرائيل قصفت غزه ذبحتها. عمر ما قالت قصفت غزه، بتقول بقصف كتائب الارهابيين. انتوا بتقولوا صراحة سعادة السفير، لطالما استخدمت هذا الرد مع من يؤيدون أو من يقولون إن لإسرائيل حق في الدفاع عن نفسها، وينكرون تماما حق الفلسطينيين في تحرير أرضهم. وسأقول لك إن هناك قرار في الأمم المتحدة، وأنت أعلم مني بالطبع كونك دبلوماسي وقلت إنك عسكري أيضا. هناك قرار صادر عام 1986 يعطي الشعب الفلسطيني الحق في تحرير أرضه وتقرير مصيره حتى باستخدام المقاومة المسلحة. هذا قرار بالأمم المتحدة، ليس رأيي وليس رأي الجزيرة. لا، ما لنا حق باستخدام كل طرق الكفاح من أجل استحقاق مضمون حقنا، الكفاح المسلح أو الكفاح السلمي أو كله. ولكن إحنا بالتجربة ومعرفة القوة الإسرائيلية وقوتنا العسكرية غلط نلعب في ملعبهم، السلاح ملعبهم. طب قولي لي هلا، عملتوا السلاح المقدس، شو النتيجة اليوم؟ فيك تفهميني 4-5 حروب عملتها حماس، 5 حروب. النتيجة قتل الآلاف، قتل الأطفال، تدمير المدن، واليوم خراب بيت. وهذا السلاح المقدس. وأنا هنا لا أقول لك لأنني لست الطرف الذي يجيب على الأسئلة، ولكن بنفس المنطق سعادة السفير سيرد عليك من يؤمن بأهمية المقاومة المسلحة، وسيقول لك عقدتم أوسلو وذهبتم إلى هنا وذهبتم إلى هنا ولم تحصلوا على شيء. يا أختي أنا ما بحكي إلى حضرتك، أنا بحكي للمستمعين. أنا بحكي الكفاح المسلح مقدس، مش كذا، المهم النتيجة. الحرب عقل وفهم. وبنفس المنطق سعادة السفير، المهم النتيجة. كان من المفترض أن نقول المهم النتيجة عندما نتحدث أيضا عن أوسلو. آخر سنتين كانت غزة أهدى حدود بين المقاومة وإسرائيل. أيام ما كنا مستلمين غزة، أيام حكم السلطة لغزة، عمره ما هدت القتال، ليل نهار الهونات كانت تطلع على إسرائيل. ويوم ما استلمت حماس أهدى حدود في العالم. طب مش نتنياهو حمل سنوات المصاري من قطر وجابهم على إسرائيل، مع أنه ممنوع نقل الفلوس النقدية الكاش ماني، ممنوع نقلها بالطائرات، 30 مليون ينقلوها الإسرائيليين من قطر لتل أبيب ويحملوها على ظهورهم زي البغال ويدخلوها لحماس ويسلموها لحماس في قلب غزة. شو معناته هذا؟ معناته بدهم المقاومة. إسرائيل تعشق المقاومة، لأن المقاومة خرب بيت. وهي النتيجة. إحنا اليوم غزة شو وضعها؟ شو رأيك في وضع غزة؟ مش مصيبة؟ مش نكبة تاريخية أكبر من النكبة الأولى اللي بصير في غزة، أكبر من النكبة الأولى، مش بأسلوب المقاومة المسلحة.
احنا ما عملناش مقاومه، احنا كنا على رايكم كنا خون ومستسلمين وعملنا سلام، بس بالسلام اللي عملناه رجعنا على الكرم وعلى نابلس وعلى جنين، ورفعنا اعلامنا الفلسطيني لاول مره بالتاريخ، وصرنا عضو بالامم المتحده، وعندنا 105 سفارات. هيك بنبني فلسطين، احنا بنحافظ على الانسان الفلسطيني. ابو مازن كان يمشي على المدارس ويفتش الشناتي ويقيم السكاكين منها، خونتوه والكل خون، ايش بيقيم السكينه من شدايه الطالب، واللي احنا بدنا نحرر فلسطين في قتل 10 طلاب عشان يجرحوا قميص. شو هالحكي؟ اهم شيء عند القائد، عند الحكم انه يحافظ على الشعب. هذول شو عملوا؟ طب هم طلعوا من غزه، هناك هناك 300. ولي اسال سؤال. سعادة السفير أهم شيء عند القائد أنه يحافظ على المواطن. هناك 315 شهيد في الضفة منذ 7 من أكتوبر، فقط منذ 7 من أكتوبر، وهناك آلاف المعتقلين منذ 7 من أكتوبر. وعام 2023 شهد أكبر عملية استهدافات للأطفال والشباب في الضفة الغربية. وكنت تقول قبل دقائق أن هذه كانت أوقات هادئة على الحدود، فإسرائيل كانت تستهدف الفلسطينيين داخل قطاع غزة، كيف حميتموهم؟ من أجل إسرائيل يعني طيبة، ما هي مجرمة ومعتدية وبتعتدي، أصلا هي بتقتلنا في بلادنا، في أراضينا، في مناطقنا. إحنا لسه لو بنروح عندهم على تل أبيب وقتلونا بنقول عندهم حق، هم بيجوا على مناطقنا. فإحنا هلا بدنا نجيب الاتحاد الأوروبي وروسيا وأمريكا بدهم يعملوا حماية دولية. لما أبو مازن قال بدنا حماية دولية صاروا ينكتوا عليه. بدنا حمايه دوليه بناء على اوسلو، منطقه الف بدها تصير منطقه الف وممنوع لاسرائيل يطخ عليها، بس بنفس الوقت بدنا نمنع واحد يطخ على اسرائيل. بصيرش انا اطخ عليه هو ممنوع يجي، لازم انا ما اطخش عليه هو بيجينيش، وهيك بحافظ على مكاني وببنيه وبكبره. وبعدين اوسلو منعت الاستيطان. مين قال اوسلو ما منعش الاستيطان؟ بس هم من خالف اوسلو في خرائط عنده، وانا اشتركت في اوسلو، خرائط فيها بتحدد المستوطنه بحجمها بحجر، وفي عندنا لجان بتفتش كانت جوا المستوطنات حتى يتغير وضعها لحل للنقاش النهائي. ومحدد الخرائط عندنا في اوسلو لنعيدها بنهد كل المستوطنات اللي بنوها، لانه حددوا ووقعوا انه هاي مستوطناتنا غيرها بيزيدش. كل اللي زادوه مخالف لاوسلو. اوسلو قمه من القمم، قتلوا رابين عشانها، واليمين الفلسطيني المتخلف ذبح فلسطين عشان بدوش اوسلو، لانه ما بدهم وطن ولا بدهم فلسطين. الاخوان المسلمين بدهم الامه. ما قال الزهر، قال مسواك فلسطين مسواك. يا عمي في نهج عن نهج. بعدين عملوا انقلاب في غزه. حماس لما تعمل انقلاب في غزه مش انفصال، انقلاب نتج عنه انقسام. بقول لك بدنا نعمل مصالحه، ينهوا الانقلاب بنتهي المشكله. ولكن متمسكين صاروا دوله يتعاملوا تفاهمات. من اي حق بيطلق عندهم خيانه عظمى لما بيعمل تفاهمات. هذا ايش هلا خلينا في المصيبه اللي احنا فيها اليوم واللي عملتها حماس ونتيجتها على الارض. انا بيهمنيش مين عمل، بيهمنيش شو عمل، بتهمني النتيجه. شو نتيجه الوضع الفلسطيني الان على غزه؟ بدي واحد يقول لي شو وضعنا وليش؟ الواحد مولع. احنا بنشوف الاطفال بيطلعوهم من تحت الردر بتمزع قلوبنا عليها. عشان شو؟ حررنا متر، هي بعد ما تخلص والله يعلم يطلعوا الدبابات من غزه ولم يطلعوا. اصلا اسرائيل حتضلها تقاتل حماس شهر وشهرين وثلاثه. وقديش بتعرف كم جندي بموت في اليوم؟ قولي لي للجماعه اللي بيحللوا عندكم بلاش يسرحوا في الناس، حرام عيب تسرحوا في الناس. كل يوم بموت 2 جنود. هاي 90 80 يوم 160 جندي. مقتنع أنت سعادة السفير بالأرقام الإسرائيلية، وربما هي أعلنت أكثر من ذلك، ولكن اسمح لي بأن أقول إن لحماس حق الرد على كافة ما جاء فيما قلته. أنا بقول ما فيش حق الرد. أنا يا حق الإله يا ست، حماس مقدسة منزلة، هي بتحق الرد وفي رد، وأنت بتسمي لي بيصير حماس رد على اللي بتعمله. سعادة السفير لحماس حق الرد على ما قلته، لحماس حق الرد على كافة الاتهامات التي وجهتها أنت سعادتك الآن، وأخذت كل الوقت التي أردت في توجيه الاتهامات لحركة حماس. ربما منهم من يريد أن يرد على هذا الكلام ليشرح لك وجهة نظر مغايرة. أنا دوري أن أضمن أنه كما عبرت أنت عن رأيك هناك آخر يعبر عن رأيي.
مالي ومال الاخر، جيب الاخر خليه ياما حكوا فينا، ما انا سامع كل الاخرين، انا مش سامعهم انتم عم مبروزينهم ليل نهار على الجزيره. واحمد منصور ليل نهار عمل فينا العمايل، وقلت له بدي التقي معك مباشر، قلت له مباشر، اقعد انا وياك مباشر، خلينا نقيم اوسلو اللي نازل فيها هلا. سأخبره سعادة السفير ويعني انا اعطيت رايي، انا نعم اعطيت رايي، نعم ورايي في صواب نعم، في خطأ. وأقدر لك وقتك وصراحتك الكبيرة سعادة السفير، ونقلك لرأيك بشكل واضح وصريح وتمسكك بمبادئك وأفكارك، وأشكرك شكرا جزيلا على ذلك. الواقع اللي عايشينه يا أخي، أنا اخترعت شيء؟ نعم أنا ما أشكرك شكرا أنا بحكي عن جزيلا. الواقع اللي عايشينه، إحنا عايشين واقع ما صار بالتاريخ بسبب المقاومة، ولا نعم. بسبب شو؟ نعم شكرا جزيلا سعادة السفير أسامة العلي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المجلس الشريف لحركة فتح، كنت معنا عبر الانترنت من عمان، لك جزيل الشكر. وأكرر مرة أخرى أن لحركة حماس حق الرد على ما جاء من اتهامات وجهها إلي سعادة السفير قبل قليل، وأؤكد مرة ثانية وثالثة الجزيرة ليست طرفا في هذا الخلاف.